اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري. هكلم النهارده حضراتكم في موضوع بيهم كتير جدا من الناس، وهو علاقه السمنه وتاخر الانجاب. ناس كتير بتيجي تسال هل يا جماعه، هل يا دكتور انا السمنه منعاني ان انا اكون حامل؟ هل السمنه ممكن تكون سبب في تاخر الانجاب؟ يا جماعه الاجابه طبعا السمنه من اهم الاسباب اللي بتاخر الحمل. كمان اطباء النساء والتوليد دلوقتي بيحولوا اغلب المرضى اللي ما عندهمش سبب يمنع الحمل لان هم ينقصوا من وزنهم، لان ده بيزود نسبه الخصوبه جدا عند الرجال والنساء، بيزود نسبه الخصوبه فرصه عاليه جدا. وعندنا هيستوري وتجارب لكتير جدا من المرضى اللي عملوا العمليه ونجحوا الحمد لله ان هم يوصلوا للخلفه، وكان الحمل بتاعهم سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص بعد نزول الوزن. يتبقى السؤال الثاني المهم، طيب انا لما يحصل لي حمل بعد نزول الوزن هل في نسبه خطوره؟ مبدئيا احنا بنقول احنا بنأخر الحمل لفتره بعد العمليه من 6 شهور لسنه حسب نوع العمليه. بعد كده بنقدر نحمل بمنتهى الامان بدون اي مشاكل خالص. الزياده اللي بتحصل في الوزن بتبقى زياده بسيطه جدا اللي هي وزن البيبي، وبعد كده الوزن ده بينزل. بالنسبه للحاله الصحيه والحاله العامه ما بيبقاش فيها اي مشاكل خالص، بيتولد البيبي طبيعي جدا، الام بتبقى طبيعيه وقادره تعيش حياتها وبتكمل النجاح في وصول لوزنها المثالي تاني بعد العمليه. لمزيد من المعلومات عن عمليات السمنه وقصص النجاح انتظرونا في حلقات قادمه.